وين احطها عشان ما يخرب؟ احس كذا صح عشان ما تخرب يجنن من ورا، بوريكم اياه. يلا يا اهلا وسهلا. طبعا متحمسة اللوك اليوم، امانة ما اشتقت اللوكات العيد. شوفوا ملبستها عدسة، يا انها طلعت عليها تاخذ العقل بنات، لدرجة احس اني غرت بخلص وبرجع البس اللون. شوفوا الجمال، شوفوا جمال اللون ياخذ العقل. ايش رايكم؟ بسوي زوم 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 زوم، شوفوا ما في عروق ولا في شيء، ياخذ العقل عليها. ايش رايكم بنات؟ اسوي لها ثقيل ولا خفيف؟ احس ودي ثقيل بس مو مرة، يلبق لها اكثر. طبعا بشرتها تعتبر حلوة عادي، فيها اثار طبيعية، حبوب وكذا. وهنا بشرتها حلوة، طيب يعني ما فيها اثار ولا شيء، هنا بس فيها اثار خفيفة وعادي يعني تروح بالراحة زي ما انتم شايفين. اوكي، ما يحتاج طبقات، ما يحتاج اشياء كثيرة. شوفوا، ابى اقول لكم شيء، بالعادة البنات يسألوني اذا بشرتي مرة حلوة زي كذا ما شاء الله وما فيني هالات ولا شيء، فيني اثار حبوب، فكيف اقدر اشيل هالشيء بدون طبقات كثيرة؟ ودي اركز اليوم على السكن اكثر شيء، وبعدها التوتوريال الثاني يصير اركز على العيون. فانتوا ايش رايكم؟ تحسون اركز على البشرة، احط لها شيء خفيف وتشوفون كيف يكون قبل وبعد؟ خصوصا مثلا عندكم منطقة الأنف، كيف تركزين عليها إنه ما يكون طبقات كثيرة وما يدخل الخط جوا، وتكون البشرة كذا أوف قطعة واحدة بدون حماس. أول شيء بنبدأ راح نرطب لها بشرتها. طيب شوفوا بنات، صايرة أستخدم والله يعني أتوقع حكيت عنه مليون مرة، هذا الكريم ياخذ العقل، صدق صدق ياخذ العقل، يفرق معي حتى في الكونسيلر قبل الميك اب، مرة حلو، بس ما استخدمه يومي، بس قبل الميك اب تلقونه في كل المواقع. حتى لو بشرتك دهنية شوفوا قوامه مائي كذا، قوامه مائي وحلو يعني، يساعد ان الكونسيلر ما يكتل، يخلي رطب، حتى يعني الخدود والهايلايت وكذا يصير شكله احلى. عرفتوا؟ ما اكثر منه واحطه بهذا الشكل، بعدين ابدا ادمجه. do like this for your face. yeah. طبعا القمر ما تحكي لا انجلش ولا اي شيء، احنا نتكلم روسي. اليوم نتكلم معاه روسي. هير يس، هنا. ايوه برافو، العدسات عليها طالعه مو بعادي. هير مور يس. اوكي، ببدأ استخدم لها البرونزر. طيب وبحط لها اياه كلوز يور ايز بهذا الشكل. ايش رايكم بحط لها بالبشرة اللي فيها ببدل فيها حبوب عشان تشوفون الفرق؟ الجهة اللي فيها حبوب بحط لها اياه دونت اوبن، اوكي، بهذا الشكل، وبسحب لها اياه. ايوه بهذه الطريقة، واخليه بس ثواني على ما يمسك، وبعدها ببدأ ادمج. طبعا ليش استخدم بنات الكريمي؟ اذا ابي هذه اللوكات بنات تطلع وجهك كذا فيه حياة، يشع حياة، عرفتوا؟ صحي حلو، ما تحسينه مطفي مات، لا كذا تحسينه مرة صيف، فهمتوا؟ بس شوي ينشف باخذ فرشتي، طيب اللي هي رقم 130، الفرش سولد اوت من سنة جدي صراحة. طيب وببدأ ادمجها. شوفوا طريقة دمج الكريمي، مو مرة اتحمس، هذه الطريقة، وعادي يكون كأنه شوي متوسخ مرة طبيعي، بعدين تبدين تنظفينه انك تبغينه زي البرونزر بهذا الشكل، بيخلي فتحة العين تاخذ العقل. شوفوا كيف، ومرة صحي بيكون، عرفتوا؟ فوق العين بيكون كذا لمعة حلوة، هذا كله بيتنظف. شوفوا كيف شكله اوبن،
على العين. أباخذها وبحطه بعد هذا الشكل تحت العين، وأبغاه كأنه مو نظيف، متوسخ شوي، بخلي شوي بس يمسك اللون، وبعدها ببدأ أدمجه. فبس ثواني وببدأ أدمج. عادي ما تخافين، حتى لو إنه تحسين إنك جبتي العيد، هو ما يجيب العيد أصلا، عرفتي؟ بس كذا يعطي شكل للعين. شوفي حتى بعد الدمج مرة ناتشرال. وبحط على المدمع بعد. حلو بنات، عادي إن الشكل يخوف حاليا، اتس اوكي. بعدها تبدأ الخطوات، هذه القاعدة، فهالشكل بس بالبداية، عرفتي؟ بس قاعدة للآي شادو اللي بعده. بنات شو بسوي؟ أباخذ الآي شادو اللي أبغاه. طيب بس استنوا، قبل لا أبدأ أحط close your eyes don't open، أشيل هذه الخطوط دائما قبل لا أبدأ أحط الباودر. أبدأ أشيل، أخذ وأبدأ أحط الشادو اللي أبيه. تقدرين تحطين أي شيء أنت تبغينه، بس وشو طبطبة. ايش رايكم؟ من زمان ما سويت هذا الشيء. اللي عرفتوا اللاتيه الميك اب اللي يصير كله بني بس مطفي، ما في لمعة العين، مرة كذا درجات الترابي المطفية، عرفتوا؟ الغامق كذا بس بدون أي لمعة. كلوز، خذيت لون أغمق بني وببدأ أحط لها إياه بهذا الشكل هنا على جوا. لوك هير، أيوة لوك أب، وببدأ أحط لها إياه تحت العين. أوكي. طبعا شايفين انتوا هذه الأورنج اللي هنا؟ تدرون ان انا عدوته، ما ادري ايش فيني، انا اكره درجات. باخذ رقم 1 من كريسة، هو اللي اصحح فيه حوالين العين. طيب او عادي رقم 3 اللي يريحك، بس لانها فاتحة باخذ نقطة. الأورنج انا ما ادري ليش احسه صاير من زمان، من سنين الامانة يشين الميك اب. فمع انه كنا نحطه تتذكرون، اخذ الكونسيلر، شوفوا شلون من خفته لما حطيته على الشادو لا كتل. ودي اوريكم الزوم، ودمج لي وعدل لي حتى من لون الاي شادو. الحين ببدأ ميك اب عادي. طبعا هي لسه ما خلصت، حتى عيونها ما خلصت. باخذ لها